ينفق دانيال رادكليف 150 ألف دولار يوميا ليحافظ على حياته، ومع ذلك يعجز عن رفع كوب ماء واحد. نجم هاري بوتر الأسطوري يصارع متلازمة نادرة تدعى هدك رغم امتلاكه ثروة تناهز 3 مليارات دولار. قصره الضخم يوحي بأجواء مدرسة هوغورتس، وفي نيويورك يملك شقة تبلغ قيمتها نحو 220 مليون دولار تعد ضربا من الجنون. يملك أيضا روبوتا يقلب صفحات الكتب آليا، فيما تحول قصره إلى مركز علاجي يضم طاقما طبيا لرعايته. في مقطع مصور ظهرت فيه الكاميرا مهتزة، أعلن أن رصيده يوشك على النفاد، لكنه شدد على أن الحب لا يزول. على الرغم من معاناته الصحية، يظل دانيال رمزا للثقافة والعمل الإنساني، يدعم المبادرات الخيرية وينشر الوعي بالمتلازمة النادرة. قصته تلهم الآخرين لتقدير الصحة والحب فوق المال، مبينة أن الثروة الحقيقية تسكن القلوب. فابعث له تمنياتك وشارك نور دعمك في التعليقات.